تأثير الوضع السياسي بشكل مباشر وغير مباشر على الشعب الشمالي الشرقي. وبالتأكيد هي من أكثر الهيئات اللي من صلب عملها اهتمام بشؤون الشعب، خاصة النازحين، عوائل الشهداء، المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب الشؤون الإنسانية والعمل. فضروري نركز على مواضيع مهمة، لأنه طريقة التعامل مع الملف السوري أو بشكل من الأشكال هي قديش ما ركزنا على الجانب السياسي، لكن الجانب الإنساني أحيانا يغطي على الجانب السياسي، إلى جانب قطع المياه الفرات من قبل الدولة التركية، وبنفس الوقت تأثيرها على الواقع الاقتصادي كان لها تأثير سلبي جدا، أثر على الواقع الاقتصادي، إلى جانب تأثيرها على قطاع الكهرباء وقطاعات الخدمية الأخرى، إلى جانب الإمكانيات الصعبة اللي الإدارة الذاتية حاولت بكل إمكانياتها تلبية احتياجات الشعب حتى ولو لم تكن بالمستوى المطلوب، لكن الإدارة بكل إمكانياتها حاولت. فتخطينا بعض المعوقات التي كانت لها تأثير مباشر على حياة الشعب، إلى جانب المحاولات المستمرة لمنع حدوث أي حرب أو شن تركيا أي معارك على شمال وشرق سوريا، ووضع تداعياتها السلبية ضمن الملفات السياسية والدبلوماسية. الإدارة الذاتية حاولت بكل إمكانياتها أن تمنع حدوث هكذا حرب نتيجة تداعياتها السلبية على واقع شمال وشرق سوريا. فرغم المحاولات السياسية، رغم الجهود المبذولة من قبل هيئات واللجان المعنية بشؤون المجتمع بفترة الانتخابات، فكي ترفع هذا الرصيد فتركيا بحاجة لإنجاز أو خلونا نقول تحقيق بعض الإنجازات لترفع هذا الرصيد قبل فترة الانتخابات. ودائما مثل ما عم نقول النقطة أو الخط المناسب التي ترى فيها الظروف مناسبة أو تستغل فيها الظروف الموجودة فهي مناطق الحدودية أو مناطق شمال وشرق. فلذلك دائما نحاول أن تبقى ضمن ذاكرة كل أبناء شمال وشرق سوريا. العام يشن الجيش التركي عبر طيرانه الحربي والمسير منذ ما يقارب الشهر هجوما واسعا على روج آفا شمال وشرق سوريا، وشملت الهجمات بلدات كوباني، عين عيسى وديريك وتل تمر وزرقان والحسكة ومناطق الشهباء، مستهدفة محطات الطاقة الكهربائية وإنتاج النفط والغاز وصوامع القمح والمستشفيات والمدارس بقصد تدمير البنية التحتية. كما قصف الطيران الحربي محيط سجن جركين ونقطة الحراسة لمخيم الهول الذي يأوي أكثر من 60,000 شخصا من عوائل التنظيم الإرهابي الداعشي في مسعى تركي لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار وتسهيل فرار الإرهابيين. ولم يتوقف العدوان حتى لحظة قراءة هذا البيان، حيث لا زالت الطائرات المسيرة تجوب أجواء المنطقة مستهدفة العاملين في مؤسسات الإدارة والمنشآت الحيوية، وسقط جراء العدوان عشرات الشهداء والجرحى. كما لم تتوقف المدافع التركية عن قصف المواقع المدنية في البلدات والقرى الحدودية، حيث أدى ذلك إلى ترك آلاف السكان لمساكنهم. إن العدوان السافر والغير مبرر للجيش التركي وتدميره للبنى التحتية وقتل المدنيين والتهديد بالإبادة بعد انتهاك صارخا للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وتصنف أفعاله على أنها جرائم ضد الإنسانية يستوجب مقاضاة مرتكبيها كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية. العدوان والعربدة التركية فاقم من الوضع الإنساني السيء لأكثر من 5 ملايين شخص يعيشون في هذه المنطقة في ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الحصار،
وتردي المواسم الزراعية وشح الأمطار وقطع السلطات التركية لمياه نهر الفرات ومياه الشرب عن مدينة الحسكة. بالتزامن مع قصف الجيش التركي على كافة المناطق من الشهباء حتى ديريك أقصى الشرق، وفي ظل صمت حكومة دمشق تجاه انتهاكات السيادة السورية، بل وفرضت حصاراً خانق على حي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب ومنطقة الشهباء التي تأوي عشرات الآلاف من النازحين، ومنعت عنهم مقومات الحياة الأساسية. كما توقفت المشافي نتيجة نفاذ الوقود، وتوقفت الأفران عن العمل مع تساقط الأمطار وتدني درجات الحرارة، مما يسبب كارثة إنسانية في المنطقة. إننا في هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي ظل هذه الظروف الصعبة والأعداد الهائلة من المخيمات التي تأوي عشرات الآلاف من النازحين والآلاف من التضحيات التي قدمها شعبنا من أبنائه في سبيل حياة آمنة وكريمة، نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية بحقوق الإنسان التدخل لوقف العدوان والعربدة التركية، وتقديم يد العون والمساعدة للإدارة الذاتية لتوفير مستلزمات الحياة للآلاف من النازحين واللاجئين في المخيمات، والعمل على فتح معبر تل كوشر اليعربية للمساعدات الإنسانية لتفادي كارثة تواجهها المنطقة في ظل الحرب المفروضة من قبل الحكومة التركية وميليشياتها الإرهابية وداعش.